الإلحاد ظاهرة ابتدت تزيد والموضوع كبر، فإحنا إزاي نخلي الظاهرة دي نساهم بحيث الظاهرة دي تقف، أو على الأقل نقدر ما نكونش جزء من الأسباب اللي ممكن تخلي الظاهرة دي تزيد. هل إحنا ممكن نكون جزء من السبب ده؟ يعني ده هيصدمكم كبداية بس ممكن. دي الحاجة التانية برضو، الفيديو ده مش دفاع عن الملحدين ولا برضو حكم عليهم. الفيديو ده احنا بنناقش المشكلة بمنتهى يعني بنفكر مع بعض بصوت عالي زي ما بيقولوا عشان خاطر نحاول نحل الموضوع. كلمة الله أعلم دي مش وحشة على فكرة، والله كلمة جميلة وتقريبا انعدمت ومعدناش بنقولها كتير. دلوقتي محدش بقى بيتناقش معاك بالعقل أو مش عايز يتناقش أصلا، فللأسف ناس كتيرة جدا استغفر الله العظيم يا رب بتفتري على ربنا. شيوخ كتيرة بيفتروا على ربنا، لان طبعا دلوقتي الدين بقى تجارة. لو يا جماعة مش واخدين بالكم ازاي الدين بقى تجارة، الناس دي والله معاها مليارات، معاها مليارات الدولارات. انت بتقول الممثلين دول ممكن يكون عندهم شقة في لندن، الناس دي ممكن يشتروا لندن نفسها، فانت ليه مش حاطط في دماغك ان الناس دي ممكن تكون بتكذب عليك او ممكن تكون بتفسحك او ليها اغراض اخرى. انا مش بقول كل كده، بس على الاقل حط احتمال شك ان ممكن يكون في حاجة غلط، فانا ارجع لضميري، لان كل واحد جواه شيخ اسمه ضميره. قبل ما يبقى في شيوخ، قبل ما يبقى في حتى اديان، جوانا كلنا رجل دين ايا كان اسمه ضميرك، ربنا الحمد لله حطه جوانا كلنا. يعني دي رحمة ربنا بيه عشان ما يتحوكش لبعض. مفيش وسيط بينك وبين ربنا، مفيش انسان وسيط بينك وبين ربنا، ودي احلى حاجة في الاسلام. وعلى فكرة المفروض في كل الاديان، بس الا بقى ايه، كل شويه رجال الدين بيخترعوا حاجه جديده عشان خاطر نحتاج لهم، يبقى هم الواسطه اللي بيننا وبين ربنا. في للاسف دخل الموضوع ده في الاسلام برضه، تحس ان انت لما تيجي تكلم شيخ دلوقتي يقول لك ده مش كلامي، على فكره هتكلمني كتير، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. فاستغفر الله العظيم، انا بشوف ده نوع من انواع ادعاء الالوهيه، يعني ان انا ما تناقشنيش، انا كلامي كلام ربنا، انا وسيط من ربنا. فتحس ان استغفر الله العظيم رب كميه تكبر مش طبيعيه، ويقول لك يجيب لك بقى ايات قران انت المفروض ما تجادلوش ومش عارفه ايه، في حين ان ربنا عز وجل حتى الكفار جادلهم، حتى الكفار احترم عقلهم، يعني احترم عقل اللي هو المؤمن بيه جدا. يعني مثلا حد زي سيدنا ابراهيم لما قال له يا ربي كيف تحيي الموتى، قال له لم تؤمن لكن يطمئن قلبي، ماشي من حقك، انا احترم عقلك، اعمل كذا وكذا 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 وهتفهم. ربنا شوفوا يا جماعه، اعملوا ده تمارين معاكم، شوفوا ربنا كام مره قال يا اولو الالباب. الناس اللي ما بتحبش حد يناقشها دي، اولو الالباب دي الالباب اللي هو اولي، يعني طبعا اولو الالباب يعني اصحاب الباب، جمع لب اللي هو العقل، اصحاب العقول. ازاي مش مؤمنين اصحاب العقول؟ شغل عقلك، حاطط لك عقل. فربنا كتير، حتى سيدنا موسى يقول له ايه، ربي يعني ارني، عايز يشوف ربنا، يعني عايز يشوف ربنا بعد اللي حصل، بعد ما انتصر على فرعون، فقال له يا رب عايز اشوفك. يعني برضه ربنا تجاوب معاه، ما قالوش انت ازاي تقول كده يا موسى، ازاي تقول كده، ده انت مؤمن، ما قالوش كده. ده الناس المؤمنة، سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وامثله كتير. خدوا عندكم مثلا الكفار حتى لما جادلوا الرسول وقالوا يعني احنا عايزين ملكا رسولا، انت ليه تنزل رجل زينا؟ ربنا ما قالش الرسول انت ازاي تخليهم يتكلموا كده، دول اصلا كفار يا محمد. لا، ربنا برضو احترم عقل الكفار وقال لو انتوا كنتوا ملائكه كنت نزلت عليكم ملك رسول، بالعقل كده. يعني حتى الكفار ربنا احترم عقلهم، بيرد عليهم، وكل نقاش بيناقشوا الرسول ربنا بيرد عليهم عز وجل. شوف ربنا عامل ازاي، شوف ربنا رحيم ازاي. فانت كشيخ انت مين عشان خاطر لما اجي اقول لك على اي حاجه او تيجي تتكلم معايا في اي حاجه اقول لك ده مش كلام؟ انت بتجادل كتير ليه؟ الجدال في الاسلام حرام، ده كلام ربنا طبعا، اكيد التخلف ده مش كلامه هو طبعا، استغفر عظيم ربنا بنسيبه لربنا. فيا جماعه الافتراء على ربنا حرام. افتحوا انتوا الايات القران، افتحوا انتوا، مش الشيوخ هم اللي يفتحوا لكم القران، فيكم عقلكم، واحنا بنتكلم عربي على فكره، لو في كلمه مش فاهمها في القران روح للمعجم. يعني تقريبا تلت القران، يعني نسبه بسيطه جدا من القران هو بس فيها الاحكام اللي هو فعلا نحتاج فيها للشيوخ، وبرضه لازم ضميرك يتحرك ولازم عقلك يتحرك. لكن فيما عدا ذلك انت فيك عقلك، انت تقدر تفهم القران وتفهم، تشوف بقى، افتح القران وشوف مثلا كام ايه بتقول لك انت ما ينفعش تفترى على ربنا، والافتراء على ربنا ذنب عظيم. ما ينفعش تقول اي حاجه عشان تنهي النقاش وعشان تبين ان انت صح، تقول ربنا بيقول، ده الرسول هو اللي بيقول. ما تفتروش على الله ولا على رسوله.
ماشي. فالحته الافتراء تكون ست مثلا اتظلمت مع جوزها او شافت او جوزها اتجوز عليها وجالها القلب، تروح لشيخ يقول لها ايه، يقول لها ده شرع ربنا على فكره، انت زعلانه ليه؟ بس ده كده نوع من انواع انت كده ايه، بت اللي هو يعني ايه، مش راضيه بقضاء ربنا او مش راضيه بشرع ربنا. والست تتجنن تقول له ربنا ازاي ده انا بحبه، ازاي يسيبني، ازاي يتجوز عليا، تكون هتتجنن. يقول ما دام ما بيظلمكيش وبيساوي بينكم انتوا الاتنين، انت زعلانه ليه؟ انا موضوع تعدد الزوجات ده ليها فيه كلام برضه، يعني عشان خاطر الموضوع راح بقينا يعني بنعمل خيانه زوجيه بنقول عليها اصل دوت شرع ربنا. ده في حد ذاته افتراء كده على واسع. وللاسف ناس كتيره من الملحده ستات اللي هما من كتر اللي هو ظلم الرجاله يقولوا ازاي ربنا وظلم الرجاله مش بس، كان زمان الرجاله بتبقى ظالمه ومعروف انها ظالمه، ومعروف الراجل بيتجوز على مراته ده ان هو ظلمها وقهرها عايز يموتها بقى يتجوز عليها. لكن الموضوع دخل في سكه ايه، في سكه ان ربنا هو اللي قال لنا نتجوز عليكم اصلا، انت زعلانه مني انا ليه؟ فبقى سهل قوي علينا ان احنا اي حاجه غلط نعملها نسيبها لربنا. والمفروض احنا مسلمين، والمفروض احنا مش عاجبنا الملحدين ولا افعال الملحدين. فاحنا ايه اللي ممكن نعمله في الموضوع ده؟ نبطل يا جماعه نقول ده ربنا هو اللي بيقول، نسيب نسبه ان احنا اللي قدامنا ده يبحث، وما نقولش بقى الله اعلم له براحتك، خش الذنب ده، انت كده يعني ايه، شيل انت الذنب. لا، الله اعلم، الله اعلم فعلا ما اعرفش، وممكن يكون ده رايي. يعني خلينا نرجع تاني فكره ده رايي، واللي قدامي ده قدامه ده مش عاجبني رايي، لكن مش اسهل حاجه عندي بقى اسهل حاجه عندنا نقول ده ربنا هو اللي بيقول، ده الرسول هو اللي بيقول. فاي حد يعني بحس برضه ملحد شويه بيبقى عنده جرأة. يعني في ناس ممكن تعترض وتسكت، لكن الملحد ودي طبعا جرأة وحشه ممكن يقول لا ده ازاي ربنا، يستغفر عظيم يا رب، ازاي ربنا يظلمني، ازاي ده انا، فيروح للسكه دي. فتكون انت بسبب الغباء اللي انت قلته، وبسبب انت غيران على ان انت تطلع غلطان، فعايز تنسب اي غلط انت بتقوله، وعايز تنهي النقاش انك اصلا ما تعرفش حاجه. فحافظ بقى محفظينك اللي هم محفظينك ومنقشوا لك الشيوخ، ناقش تيجي قايله للناس يلبسوا بقى في الحاد بسببك. فده اللي بتكلم فيه، ده اللي حاجه اللي احنا ممكن نقدر على الاقل الظاهره دي نقللها شويه، او على الاقل ما نكونش جزء منها. تمام. موضوع تعدد الزوجات ده ليا برضو كلام فيه، بس يعني لو حابين تسمعوه. يا ريت يا جماعه ما لو مش عارفين نفيد بعض، ما نأذيش بعض، ما نوديش بعض لسكه اللي هو ايه. مش هيحصل حاجه على فكره لو انت قلت لا مش عارف، مش هيحصل حاجه لو قلت الله اعلم، زي ما احنا كنا بنقول زمان. بس اسوأ ذنب ممكن تحمله ان انت تتكلم باسم ربنا، ما تتكلمش باسم ربنا، ما تتكلمش باسم الرسول. حتى لو في الشيخ اللي قدامك اتكلم باسمهم، ما تاخدش انت الذنب ده. وعلى فكره الشيخ دوت انسان زيه زيك وممكن يغلط. احنا ليه حطيناهم في مرتبه اللي هم الناس دي ما تغلطش؟ ومن كتر ما احنا مجدناهم قوي وديناهم في حته عاليه قوي، بيبقى عندهم الجرأه لك ما تناقشنيش، لان انت لو ناقشتني يبقى انت كده بتجادل. وطبعا يجيب لك قران، ايه قرانيه يقول لك ما تجادلوش. انت مين؟ انت مين؟ شوف ربنا رحيم ازاي مع عباده، مع الكفار ومع قمة الإيمان. ودول جادلوا ربنا ودول جادلوا ربنا، ودول ربنا احترم عقلهم ودول ربنا احترم اللي هم عايزين يطمنوا واحترم عقلهم سبحانه يعني. فاتقوا ربنا يا جماعة، نتقي ربنا في بعض، عشان الظاهرة دي بجد لازم نحاول. يعني أولا هنشتغل على نفسنا شوية، إن احنا برضه احنا مش مسلمين 100 يعني، ما نفرحش قوي بنفسنا ونبص لهم ايه القرف دول انتوا ألحدتوا، وفي نفس الوقت ما نرجع تاني نقول الله اعلم. الكلمه دي جميله حلوه، ده هتدينا اصلا كمان ثقافه ان اللي قدامك اول ما يروح يقرا انت ما تعرفش، فانا اروح اقرا، تشيلش ذنبه انت بقى. وفي نفس الوقت انت تجرب تراجع معلوماتك. انت ليه دايما بنبقى في الدين ممكن رايحين وجايين، في الاخلاق رايحين وجايين، لكن في الافكار بنبقى بنموت نفسنا في الافكار. لو خدت فكره رزق تاك، قابلني بقى لو طلعتها غير بالطبل البلدي. لا، المفروض العكس، المفروض اخلاقي ثابته، اخلاقي ثابته ما تتحركش، ولكن اللي يتحرك افكاري. مش بقولك تبقى مهزوز، بس افكارك حلو ان افكارك تروح وتيجي، تبقى مرن، تتعلم، تفتح دماغك، تشوف حاجات جديده، تشوف افكار جديده، تستوعب اللي قدامك. ما احنا اصلا تقريبا لو في العالم كله عملنا كده ما كانش هيحصل حروب. لكن قصه الحروب قصه انا مش متقبل اللي قدامي اساسا، وده ضد الاسلام وضد الاديان وضد كل انسانيه يعني. ف لو حد كمل معايا لحد دلوقتي اتعشم ان انتوا تقولوا لي رايكم.
كل عشم يعني، أيا كان رأيك يعني، أنا بقبل كل الآراء. برضو تمام، ما عنديش مشكلة. ماشي، السلام.